السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لم يحزنني موت الشهيد هيثم، بإذن الله شهيد، لكن اسمعني، قد تظلم شخصا وتتجبر عليه في الدنيا وهو حي، فيؤنبك ضميرك وتخاف دعوة المظلوم، فتذهب إليه وتطلب منه العفو والمسامحة فيسامحك ربما. لكن شخص مظلوم يجر إلى ساح القصاص وينادي عليك، مظلوم وينادي عليك: أنا خصيمك عند الله يوم القيامة، أنا خصيمك عند الله يوم القيامة. قد تطلب العفو من شخص حي فيسامحك، لكن ممن تطلب؟ من ميت ليس بينك وبينه إلا الله يوم القيامة. ستجتمعون في عرصات القيامة وليس بينكم أنت وهو وبين الله ترجمان. تخيل وأنت واقف بين يدي الله والشخص المظلوم يقول لك: لماذا قتلتني ظلما؟ لأنه ليس القاتل، ليس القاتل. هذه هي القضية، هذه هي الذي أرعبت الشعب وجعلت من الشعب في دهشة واستغراب، لأنه ليس القاتل، القاتل أخوه وفار من يد الحكومة، ينفذون الإعدام في شخص آخر. لماذا؟ لماذا؟ إلى أين وصلت بنا الحال؟ نسأل الله السلامة، ونسأل من المولى جل وعلا أن يتغمد شهيدنا هيثم العدني بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.